وبخصوص هذا الموضوع معنا مسؤول مكتب قناة ميديا ان تي في بالعيون النعمة ماء العينين. النعمة، أهلا بك. حدثنا عن أهمية مدينة المهن والكفاءات لجهة العيون الساقية الحمراء. مدينة المهن والكفاءات بجهة العيون الساقية الحمراء هي مشتل حقيقي لشباب المنطقة في التكوين في مجالات جديدة ومجالات متجددة تواكب النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. وللغوص أكثر في هذا الموضوع يحضر معي الطيب سامي الصلح، وهو المدير الجهوي للتكوين المهني بالأقاليم الجنوبية. أهلا وسهلا بك سيدي. أهلا وسهلا أخ النعمة. بداية أستاذي، ما هو دور التكوين المهني هنا خاصة في مواكبة وأوراش تنزيل النموذج التنموي الجديد؟ شكرا الأخ النعمة. بطبيعة الحال فإن الجهات الجنوبية يعني الثلاث تعيش على إيقاع يعني دينامية تنموية خاصة منذ انطلاق النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة في الذكرى الأربعينية للمسيرة الخضراء. يعني هذه الدينامية التنموية شملت مجموعة من القطاعات والميادين، ومن بينها بطبيعة الحال التكوين المهني. يعني مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل انخرط فعليا في إنجاز جميع البرامج يعني المبرمجة على مستوى هذا النموذج التنموي من خلال المؤسسات يعني القطاعية النوعية التي تم إحداثها، سواء بمدينة الداخلة من خلال المعهد المتخصص السياحة والفندقة، من خلال يعني معهد المتخصص أيضا للطاقات المتجددة على مستوى مدينة الطرفاية، وهو الأول من نوعه والذي يغطي يعني احتياجات المتعلقة بهذا الميدان من نظام الطاقات المتجددة. وأيضا معهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية متعدد التخصصات بمدينة العيون. إذن هي مجموعة من المشاريع التي سهر مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل على إنجازها في الأجال المحددة لها، وأيضا يعني انطلاق التكوين على مستوى كل المؤسسة. مكتب التكوين المهني وانعاش الشغل أيضا يعني يسهر الآن على توسيع الخارطة التكوينية والعرض التكويني على مستوى الأقاليم الجنوبية، بإحداث أيضا مؤسسة جديدة متعددة التخصصات بمدينة طنطان ستغطي يعني مجموعة من التخصصات الجديدة. هذا بالإضافة بطبيعة الحال إلى تتويج هذه المجهودات الجبارة ب يعني تنزيل مدينة المهن والكفاءات المتعلقة بجهة العيون الساقية الحمراء. كما شاهدنا في الروبورتاج، هي يعني مؤسسة من النوع الجديد، مؤسسة نوعية من الجيل الجديد التي سوف تستجيب لمجموعة من يعني حاجيات المقاولة المحلية والجهوية. إذن في سؤال آخر، يعني لاحظنا على أنه الأقاليم الجنوبية وخاصة جهة العيون الساقية الحمراء كانت هي الجهة الأولى في الأقاليم الجنوبية والثالثة وطنيا في افتتاح مدينة المهن والكفاءات. ماذا عن تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بالتكوين خاصة عبر إحداث مدن مهن وكفاءات؟ نعلم أن هنالك إحداث مدينة بقلميم وأذنون وكذلك بجهة الداخل والذهب. بالفعل هي يعني على مستوى الوطني هناك في كل جهة مدينة المهن والكفاءات. تم إحداث يعني مدينة المهن والكفاءات الخاصة بجهة العيون الساقية الحمراء، هي الثالثة من نوعها على المستوى الوطني. أعطيت الانطلاقة لها في الذكرى الماضية للمسيرة الخضراء في سنة 2022، وتصل الطاقة الاستيعابية إلى 2000 مقعد بيداغوجي. يعني هذه مدينة المهن والكفاءات التي تم يعني انطلاق التكوين بها، هي مدينة كما قلت هي مؤسسة من الجيل الجديد التي أعطت مجموعة من القطاعات المتعلقة بالدينامية الاقتصادية للجهة. أتحدث الآن بطبيعة الحال نتحدث عن مجموعة من القطاعات الحيوية مثل الصيد البحري، مثل الصناعة التقليدية، الصحة، إضافة إلى النقل واللوجستيك والخدمات. يعني نلاحظ على أن كل هذه التكوينات هي تأتي لتعزيز النموذج التنموي الجديد، خاصة ونحن نعلم على أن هناك مجموعة من المشاريع الكبرى التي تحتاج يد عاملة، ونلاحظ على أن النموذج التنموي الجديد يعتمد بالأساس على أبناء الأقاليم الجنوبية. يعني كيف ترون هذه التكوينات علاقتها بالنموذج التنموي الجديد؟ التكوينات الجديدة والتي الآن يعني تم إعطاء انطلاقها على مستوى مدينة المكافحة العيون، والتي ينتظر الآن إن شاء الله انطلاقها أيضا في جهة قليم ودنون والداخلة والذهب، هي تكوينات تستجيب لهذه القطاعات الحيوية على كل حدة. هي تكوينات تستجيب لحاجيات المقاولة المحلية والجهوية أيضا، وتتماشى أيضا مع يعني متطلبات سوق الشغل، وستمكن يعني الآن يعني الطلب متزايد على مؤسسة التكوين المهني بحيث يصل إلى 300% في بعض الشعب. الطاقة الاستيعابية تصل على مستوى الأقاليم الجنوبية الآن إلى حوالي 20,000 متدرب ومتدربة، ويعني هذا الشباب الجهة سيتمكنون من خلال
هذه يعني التكوينات من الانخراط فعليا في سوق الشغل، وفي ايضا المسلسل التنموي ومواكبه الاوراش التي اتى بها النموذج التنموي للاقاليم الجنوبيه. يعني كما هو ملاحظ على أن الأقاليم الجنوبية عرفت فتح العديد من الشعب الجديدة، خاصة في الطاقات المتجددة، الذكاء الاصطناعي وكذلك اللوجستيك، وهي شعب جديدة على الجهات الجنوبية. وعودة لك لينا. مسؤول مكتب قناة ميديا NTV بالعيون الناعمة مع العينين، شكرا جزيلا لك ولضيفك.